بونجور صباح النور، شان نهاركم أسعد الأيام. اليوم جبت لكم وصفة بنة من وراء العقل باش نحضروا مع بعضنا بسكوي الورقة. طريقة سهلة وبسيطة برشا والنتيجة مضمونة. مع كاس قهوة هكا في العشوية، بنة من وراء العقل. ما عليكم كان تجربوها، وأكثر تفاصيل تلقاوها في قناتي على اليوتيوب يوميات تونسية دالندا. وتوا خلينا نبدأ الوصفة مع بعضنا. أول حاجة نستحقوها ناخذ الصحفة متاعنا نحطوا فيها 125 جرام زبدة بحرارة المطبخ. اش معناتها بحرارة المطبخ؟ يعني كان موجودة في الفريجيدير ويابسة خرجها قبل بساعة، خليها تاخو الحرارة متاع الكوجينة متاعك. ونبداو بالظهر متاع المغرفة ننزلوا عليها بشوية بشوية حتى لين نطريوها ونردوا التكستير متاعها سوب البرشا معانا. ومن بعد نزيدوا عليهم 125 جرام سكر بودر، السكر محور، ونبداو نحركوا فيهم مع بعضهم. ونفس العمليه بالظهر نتاع المغرفه نبداو نخلطوا هكايا وننزلوا عليها حتى لين المكونات الزوز يدخلوا في بعضهم ويوليوا خليط واحد. وقتها شنو باش نعملوا؟ ناخذوا زوز بيضات ونركضوهم شويه هكا في صحفه على جنب باش يساعدونا في الخدمه، ونحطوهم فوقك الزبدة والسكر، شوية روح الفاني ولا شوية سكر فاني، ولا تاخو كعبة ليمون تبشرها تاخوك القشرة متاعها، أي حاجة تنحينا الريحة القوية متاع العظم. ونبداو نركضوا فيهم مع بعضهم حتى لين هكا المكونات تبدأ تدخل لنا في بعضها. وقتها نعملوا؟ ناخذ 30 مليلتر زيت نباتي، ونبداو نحركوا بنفس الطريقة. باش نزيدوا باكو خميرة متاع جاتو، وباش نزيدوا الفرينة. بالنسبة للفرينة تستعملوا 400 جرام فرينة، كما تنجموا تاخذوا أكثر مني فرينة كما أقل. إحنا ونوعية الفرينة اللي استعملناها، فما الفرينة اللي تشرب السوائل وفما الفرينة اللي ما تشربش السوائل، في ساعة تتلم منا. المفيد به المختصر، لازم البات متاعك كيف انت تلمها في الاخر تلقاها كما هكايا ملمومة شدة روحها، في نفس الوقت تحسها طرية ماهيش يابسة. اوكي، مش كما السابلي اي بس السابلي يكون. دونك شنعملوا؟ نقسموها على زوز كويرات، كل كويرة ما يعادل 250 جرام تكون. خليو كويرة متاعنا الأولانية هذيك بيضة على روحها، والكويرة الثانية باش نزيدوها الكاكاو. بالنسبة للكاكاو أنا ناخذ مغرفة ونص، مغرفة كبيرة ونصف نحط كاكاو. ملاحظة، توا أنتم ريتوا البات كيف انها طرية وهي بيضة بالفرينة أكاهو. توا كيش نحطوا لها الكاكاو باش تحسوا اللي البات متاعكم تولي يابسة، هذية اللي بالكاكاو. شنو تعملوا في الوقت هذيك؟ حطوا مغرفة صغيرة زبدة، وكان ما طرات لكم شيء زيدوا الزبدة وبداو لموا فيها كالزبدة هي والكاكاو والفرينة حتى لين تولي لكم الكاكاو طرية كيما اللي بالفرينة. وهذه التكستور اللي احنا ولا القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، لازمها تكون الكاكاو طرية كيما اللي بالفرينة. باش نطريوها نأكد ونعاود بالزبدة. توا باش نبدا ناخذ الكويرات نتاعي، نبدا بالكويرة نلم فيهم هكايا الكعبورات ونخدم فيهم. انا بالنسبه ليا كل كويرة باش نجيبهم قد كل كويرة عملت الوزن نتاعها 10 جرام. عملت هكايا الكويرات الكل، العجينه الكل خدمتها مع بعضها وحطيتهم على جنب، وباش نبدا تويكا نخدم الورقات نتاعي نسهل على روحي. وتوا باش نبداو نخدموا الورقه الاولانيه. راهي طريقه سهله برشا، جست هكا خليكم انا نحكي وانتم ركزوا في يديا كيفاش تخدم. دونك نحلها هكايا شويه بودان صغيره، ومن بعد نحطهم الزوز بحذا بعضهم وننزل عليهم من الجناب، نقرصهم هكا من الجناب شكل ورقه وننزل على الوسط نتاعهم. كما تنجموا بالكف نتاعكم تنزلوا، كما تنجموا تنزلوا حتى بكيس، اما اسهل لكم تنزلوا بالكف نتاعكم. وفي الوقت هذيك يكون عندنا صحفه فيها سكر حبيبات، مش سكر بودر، سكر حبيبات العادي. نغطسها هكايا فيه ونحضر على جنب بابي كويسون محطوط فوق البلاتو متاعي حاضر اموره واضحه، ونحط الكعبات نبدا نزين فيها. اما قبل ما نحطهم ما ننسيوش نعملوا لها النقشه بالسكينه، اكل الخطوط هذمك نتاع شكل الورقه باش تعطينا الفورمه بالضبط. وهذيك الكعبه اللي تحصلنا عليها، وباش نعاود معاكم كعبه اخرى. هذه هكا تنجم تعملوها اكبر شويه، راهو تنجموا تعملوها اصغر قد ما تحلوا العجينه في اليد نتاعكم، على قد ما تجي الكعبه كبيره. وديما انزلوا عليها بالكدا، خليها تجويد خاطر من بعد هي فيها الخميره، دونك كيش تدخل للفور باش تزيد تتنفخ لكم. دونك شفتوا سهله على الاخر، طريقه سهله بسيطه بالحق في ساعه تحضر. جست خاطر مثلا انا نبدا نصور، دونك لازمني شويه نخدم هكايا، شويه نقص باش نغسل الماعون، شويه باش نحط لكم نصور، دونك ياخذ لي شويه وقت. اما كعبد باش يخدمها وحده ليه
في أقل وقت تحضر لكم. هذا هي البلاتو الأولين متاعي، شوفوا ما شاء الله قداهوش مزيانين مرتوبين. باش ندخلهم تويكا للفور، درجة الحرارة الفور شاعل على 200 درجة. كي ندخل البلاتو نقص ل 170 درجة، وانت ونوعية الفور متاعك وقوة الفور اللي عندك. إيه. حاجة أخرى، أنا فضلت لي شوية عجينة، قلت علاش لا ما نعملهاش بنكهة أخرى بلاشي كاكاو كالفازت هذوك، نعملها بالفاكهة. هذه اختيارية راهو. حاجة زايدة أنا عملتها، تنجموا تعملوها تنجموا تستغنوا عليها. أنا حطيت شوية بفريوة وشوية لوز، هرستهم مع بعضهم. قبل كل شيء سخنتهم في الفور، من بعد خرجتهم من الفور خليتهم هكايا يبردوا، ما تهرسوهمش والا مثلا ترحيوهم وهما سخان، خليوهم يبردوا من بعد ارحيوهم. وشنو نعملوا؟ نخلطوهم في وسط الفاكهه نتاعنا، في ربي الفاكهه نتاعنا نخلطوها في وسط العجينه حسيلو. ومن بعد كان نعمل كويرات ديما هكا، هو الوزن نتاعها 10 15 غرام ما يقلقش. وبالطبيعه ماكم تعرفوا هي الكعبه كي تبدا فيها الفاكهه تبدا عرفتك اللي تجيها كي مشققه عادي على الاخر، راهو ما يقلقش. تاخذ اي قالب عندك، اي نوع متاع قالب، وتنجم تحلها بالقلقال هكيه كبيره على كبر مثلا العجينه متاعك، وتقصها باي نوع متاع قالب اخر متوفر عندك. انا حبيت نجرب المره هذه القالب ونجحت فيه، جاني مزيان على الاخر. ندخلوها للفور بنفس الطريقة، نفس درجة الحرارة 170 درجة، وديما نقول لكم انتم ونوعية الفور اللي عندكم. ومن بعديك بالنسبة للتزيين أنا ذوبت شوية شوكولا باتا جلاس، هذيك المكعبات ذوبتها وحطيتها في الوسط متاعها، رشيت عليها فيكيا. والورقات متاعي في الوقت اللي أنا نخدم فيه هذوك الورقات متاعي هذوما طابوا. شوفوا ما شاء الله بالحق ننصحكم جربوهم، راهم ما بنهم مفوحهم وقديش يتقرمشوا، راهو فيهم كتقرميشة، راهو بنا من وراء العقل. وهذا من الكعبات الاخرين زيدا حضروا لي زيدا، ما غير ما نشكرهم من منظرهم زي ظاهرين يعني اللي هما بنين على الاخر. جربوا وش تحصلوا. وتوا شنو ما بقى لي كان باش نقول لكم، بقى لي باش نقول لكم كان ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، متاكده باش تكون عجبتكم، خاطر انا ما نعمل كان حاجه المزيانه والحاجه البنينه، كيما نود روحي ونود عائلتي نحب نودكم انتم بالحاجه البنينه. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم اذا كان عندكم اي اقتراح، اي اي حاجه تحبوني انا نصورها لكم، ما عليكم كي تبعثوا لي في ميساج على الفيسبوك ويلي دلندا، الانستغرام ويلي دلندا، وقناتي على اليوتيوب يوميات تونسيه دلندا، وبالطبيعه ما ننساوش التيك توك ويلي دلندا، حطيت لكم الكلهم نفس الاسم. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم لي انا نحبكم برشا برشا. تشاو تشاو، باي باي.